السلام عليكم، مرحبا بكم معايا مره اخرى على القناه. كنتمنى تكونوا كاملين بصحه جيده، عواشكم مبروكه وضمن التحضيرات الرمضانيه. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم صلصه البيتزا. كتجي رائعه، كتجي هائله البنات. شوفوا معايا القوام ديالها والختوريه ديالها بدون اي اضافات. كنتمنى ان شاء الله تنال الاستحسان ديالكم. وعلى بركه الله كنحتاج هنايا طوماط سوريز، بالاحسن تستعملوا هاد السوريز الا لقيتوها متوفره في الاسواق. ما كانتش البنات ممكن تعوضوها بهاد المطيشه الطويله، غير هي كتبقى مزيانه الصراحه، كتعطي واحد النتيجه اللي رائعه. عندي هنايا كيلو البنات، عندي واحد الحبه ديال الفلفله حمراء، وعندي نص بصله، جوج فصوص ديال الثومه. البصله كتبقى على حسب الكميه، الا درتو كميه كثيره ديال مطيشه ممكن ديروا حتى البصله كامله. وعندي واحد الورقه ديال الرنك، عندي شويه ديال الزعتر، عندي بابريكا، شويه د الابزار، الملحه والزيت البلديه بطبيعه الحال. صافي هنايا كناخذوا شي طنجره تكون صغيره اللي غادي نطيبوا فيها. كنوضعوا كنقطع المطيشه ديالي هكا على جوج، اللي بغى يقطعها يقطعها البنات، بغيتو تخليوها كما هي وضعوها فوق النار اللي تكون متوسطه، راه هي كتطلق الماء ديالها. صافي على هذا الشكل هذا كنضيف عليها واحد الحبه ديال الفلفله، وعندي نص بصله وجوج فصوص ديال الثومه. الا درتو كميه كما قلت لكم البنات كثيره فكتضاعفوا المكونات. وغادي نضيف عليهم واحد ورقه ديال سيدنا موسى. بالنسبه للزعتر والتوابل الاخرى اللي تبقاو لنا كنخليهم حتى كطيب معنا. صافي كنشعل البوطه ديالي وكنوضعها فوق النار، تكون على نار اللي تكون متوسطه، ما تجهدوش عليها نهائيا. صافي كيكون هذا هو الشكل ديالها، راه طابت على خاطرها البنات وكتشرب داك الكميه ديال السوائل اللي طلقات. تاكدوا غير البصله واش طايبه هي والثومه. وهنايا كندوز باش كنطحنها، هنايا كنميكسيها مزيان. ممكن تطحنوها حتى بمونينيكس الا عندكم، الا ما متوفرش عندكم هاد الطراب هذا. صافي كنطحنها على هاد الشكل هذا من بعد ما بردات. وكندوز هنايا كنصفيها بصفايه كما كتشاهدوا معايا. ضروري ما كتصفيوها باش كتحيدوا داك الزريعه ديال المطيشه، وكذلك داك القشور ديال الفلفله. يعني كتحصلوا على واحد لاصوص اللي كتكون خاتره وعاقده كما كتشاهدوا معايا في الصوره، راه كتجي خاتره يا البنات بدون اضافات. ما كنضيفوا عليها حتى شي حاجه غير مطيشه اللي طيبت معكم. بالاخص هاد السوريز هذه راه كتعطي واحد النتيجه اللي هائله. هانتوما كنحيدوا هاد الشوائب هادو، يعني ما كنخليوش فيها حتى شي حاجه. هانتوما لاصوص ديالنا كتجي عاقده وخاتره البنات. صافي هنا كنضيف التوابل ديالي، كنضيف معلقه كبيره ديال البابريكا، الابزار والملحه، وواحد الكميه ديال الزيت تقريبا نديرو نص كاس. وعندي هنايا الزعتر الاخوات. بالنسبه للزعتر البنات لقيتو بارد فما ضفتوش، سخنته شويه باش لا قليه نحكو. صافي على هذا الشكل هذا باش كيتحك معنا بكل سهوله. هنا البنات رجعتها فوق النار من بعد ما صفيتها كامله، كتغلي غير واحد 10 ديال الدقائق فقط، يعني ما تزيدولهاش الطياب اكثر من هكا، راه كتجي رائعه. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال لاصوص طوماط اللي شاركت معكم اليوم. كتجي خطيره يا البنات. راه متعدده الاستعمالات، يعني ما كتكتفيوش بها غير البيتزا، ممكن تحضروا بها لي باط، طويجنات ديال الحوت، طويجنات ديال الكفته، يعني كتجي رائعه يا اخوات. وهنا البنات كديروها فواحد العلاب اللي كتحتفظوا بهم في المجمد، كذلك ممكن ديروها في بلاستيكات وكتخليوها المده اللي بغيتوها كتجبدوها وكتستهلكوها. راه ما كتخسرش معكم قد ما بقات البنات، ممكن تبقى حتى في الثلاجه ما كيوقع لها حتى شي حاجه، ما كتغيرش نهائيا الاخوات. كنتمنى ان شاء الله تنال الاستحسان ديالكم. ما تبخلوش عليا كالعاده باللايك والبارطاج.